حرفيا في الجنة. اهلا بكم في اكتر جزيرة نائية موجودة في وسط المحيط الاطلنطي. اهلا بكم في جزر الازورس في سان ميجيل. لو دي مش الجنة فكيف هي الجنة؟ مية كأنك نازل جاكوزي. جزيرة عجيبة غريبة. انا ولعت ونزلت هنا بص عادي خالص، مفيش اي بني ادم. طبيعة غير ملموسة. إلى جزر الأزورس وعاصمتها بونتا ديلجادا. لأول مرة في حياتي أكون طالع على طيارة اسم المدينة اللي رايحها دي لحد النهاردة يعني أنا عرفته عشان بس التيكت اتبعتت لي، ولكن اسمها لحد النهاردة أول مرة أسمعه في حياتي في السفرية دي. ما كنتش أعرف اسم العاصمة بتاعت الجزيرة. انتوا فاهمين الموضوع معقد ازاي، وإن الجزر دي مش أي حد بيروحها ومش واخده حقها، فهنروح نستكشفها سوا في الرحله دي. طيب الرحله دي مختلفه لان احنا رايحين مكان ما بيترحلوش غير من كام دوله بساط، وفي الاغلب لازم تروح له من البرتغال. فاحنا في عاصمه البرتغال لشبونه، عندنا طياره دلوقتي داخليه لجزيره 2.5 ساعة. يعني احنا هنفضل جوه البرتغال. اي نعم الجزر دي بعيده جدا، يعني اقرب تروح المغرب او تروح اسبانيا او تروح دول كتير عنك تروح الجزر دي، ولكن تفضل الجزر دي تحت السيطره البرتغاليه. لما نوصل هناك احنا كأننا لسه في اوروبا، ما خرجناش من مناطق الشنجن، ما عملناش اي حاجه. ولكن هل الجزر دي فعلا برتغاليه؟ هل شعبها بيعتبر نفسه شعب برتغالي اصلي، ولا بيقول لك احنا شعب الازورس ونتبع للبرتغال؟ ده اللي هنروح ونشوفه. والرحله دي كمان مختلفه لان احنا رايحين مع وزاره السياحه بتاعه ازورس، يعني هيئه السياحه بتاعه ازورس، وكمان مع الشركه المصريه الوحيده والعربيه اللي بتطلع رحلات للازورس. فهنشوف هل الرحله تستاهل الزياره ولا لا، لان عشان نوصل هنا السفر كان كتير. اضطرينا ناخد ترانزيت في مدريد، بعد كده ترانزيت في لشبونه، وبعد كده لسه طياره 2.5 ساعة. تستاهل او لا؟ ده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو. خلاص مستنيين الطياره من مطار لشبونه. الى جزر الازورس وعاصمتها بونتا ديلجادا. دلوقتي في نقطة وقفنا فيها، كنا فاكرين ان هي دي النقطة اللي هننزل فيها، كنا خلاص هننزل. طلعت دي جزيرة من الجزر بتاعة الأزورس. الأزورس 4 أو 5 جزر رئيسيات، يعني 4 أو 5 جزر كبار، واحنا رايحين الجزيرة الكبيرة اللي هي ديلجادا. وطلعنا هنا في جزيرة اسمها سانت ماريا. الغروب وكل ده اللي شفتوه كان منها. لسه ساعة كمان للجزيرة التانية. بعد طيارة ساعة تانية واحنا قاعدين في مكاننا. اهلا بكم في عاصمة الازورس بورتا ديلجادا او بونتا ديلجادا. حرفيا احنا دلوقتي في نص المحيط الاطلنطي، يعني احنا في نص المحيط. لو وريتكم على المابس احنا نقطة في جزيرة صغيرة في جوه المحيط. مبدئيا الجزيرة تحسها جو استوائي اوروبي على افريقي، ميكس ما بين افريقيا واوروبا. شجر اخضر قوي، الجو مش برد على الرغم من ان احنا في شهر 11. شهر 11 في اوروبا. انا حاسس ان ده محررني شويه، والساعه دلوقتي 8 بالليل. فقابلنا الجايد بتاعنا اللي من الوزاره، وهنطلع نروح على الاوتيل نرتاح عشان النهارده كان يوم طويل، ومن بكره تبدا مغامرتنا لمده 4 ايام في جزيره ازورس. انا باحساسي دلوقتي اقدر اقول اهلا بكم في افريقيا. عارفين جو الفنادق القديمه بتاعت افريقيا اللي هو الاحتلال عملها، او ده الفندق الوحيد الكبير في الجزيره؟ على الرغم ان هو في فنادق كتيره، الجزيره دي طلعت كبيره قوي، بس الفنادق مش اللي هو انت ما وصلتش يعني حاجه فخمه جدا. يعني فندق زي ده تحسه لسه قديم، يعني مبنى قديم، وده 4 نجوم. مش هحرق عليكم اي حاجه لان انا ما شفتش اي حاجه وتعبان والدنيا ضلمه. فبكره الصبح نستكشف مع بعض الجزيره. صباح الخير من جزر الازورس، من بورتا ديلجادا. وديلجادا دي هي عاصمه الجزيره الكبرى اللي هي ميجيل اللي احنا فيها دي. ميجيل. الازورس طلعت عباره عن 9 جزر، جزر شرقيه، جزر الوسط، وجزر غربيه. واشهر جزيره اللي احنا فيها دي تعتبر جزيرة شرقية، يعني ناحية أوروبا أكتر. طيب احنا عندنا ايه هنا؟ عندنا هنا 3 ليالي وهنبدأهم من دلوقتي.
هنزور شلالات، هنزور البحر، هنزور براكين، هنزور بحيرات متكونة من براكين من مئات السنين. الجزر دي تم اكتشافها، هنعرف التاريخ بالظبط، ولكن وأوروبا بتنقل على ناحية أمريكا الجنوبية لما راحوا البرازيل ونزلوا الجنوب ولفوا الدول كلها. فأنا متحمس لأن أنا بطلت أحب أزور أوروبا، لكن في حاجات في أوروبا لسه ليها إحساسها المختلف كده، مش كلها شبه بعض. على سبيل المثال الجزيرة دي بتحسسني كده إن أنا في أفريقيا. أفريقيا طبعا فيها دول كتير، احتلتها البرتغال، احتلتها أسبانيا، واحتلتها فرنسا. فهنا حاسس إن دي في الأول كانت جزيرة هم احتلوها وبعد كده بقت خلاص لحد النهاردة برتغالية، فبنينها بنفس الستايل. تحسوا ستايل كده إيه بسيط، لسه من زمان نفس الستايل، ولكن نظيف ولذيذ وشيك. يلا بينا. اتحركنا عشان نستكشف الجزيرة وطالعين واحدة من أعلى النقط الموجودة دلوقتي. بصوا المنظر ده، بصوا. معظم الجزر اللي موجودة في المحيط بتبقى عبارة كانت زمان عن جزر بركانية، فاحنا هنا كل حوالينا عبارة عن خضار وبركان، ونشأ بسبب التربة الخصبة اللي بيخلقها البركان حواليه، اللافا اللي بتطلع مع يعني فالمنظر خيالي. في الاخر دي جزيرة عايش فيها 120,000 بني ادم بس. بص كمية الخضار والدنيا الفاضية، سبحان الله. نقي جميل. سبحان الله، في نص المحيط الأطلنطي، حرفيا في النص، يعني من اليمين محيط ومن الشمال محيط، الناحيتين. جزيرة عرضها تقريبا في أصغر حتة 14 كيلومتر، طولها كله 80 كيلومتر. ودلوقتي بنتمشى المكان اسمه لاجودو فودو، يعني ليك اوف فاير. والكلام ان البحيرة دي اللي رايحين لها دلوقتي اتخلقت لما بركان ضرب نار، وبعد كده البحيرة فضلت. نقدر نشوفها من هنا. جاهزين للمنظر ده؟ جاهزين. سبحان الله. البحيرة دي حرفيا هي خرم في نص الأرض، يعني دي كانت أرض فجأة مع البركان طلع المنظر ده. وأكتر حاجة بتفكرني بيها الجزيرة دي لحد دلوقتي هي جزر القمر اللي زرناها زمان في أول فيديو مع جو حطاب، أول فيديو ليا على اليوتيوب. حرفيا دي أكتر حاجة مشابهة ليها، لأن معظم الجزر اللي في المحيطات جزر بركانية، نفس الشكل، نفس الخضار، بحيرات. طبعا من هنا برضو تقدر تشوف المدينة اللي عايش فيها الناس تحت خالص، وقد احنا عاليين. وهناك في جزيرة تانية بس طبعا مش باينة، الجو يعني مش عايز اقول لكم الجو عامل ازاي، ولكن سبحان الله قد ايه بفكر لما باجي الاماكن اللي زي دي ان الكوكب ده كبير قوي، وازاي البني ادمين استكشفوا كل الجزر دي. الجزيرة دي بعد ما اتأكدت هي جزيرة ما كانش فيها سكان اصليين قبل 1427. بيقولوا يمكن الفينيقيين عدوا عليها، يمكن ناس تانيين عدوا عليها، ولكن ما حدش استوطنها. اول ناس استوطنت الجزيرة دي ما لقوش اي اثار لناس، هم البرتغاليين سنة 1427. بعد ما بدأوا يستكشفوا في افريقيا قرروا التوسع. البرتغاليين كانت واحدة من اقوى الامبراطوريات في البحر بالذات، فهم اللي سيطروا على معظم جزر المحيط. ولو اتكلمنا البرتغال عندهم 102 جزيرة، منهم 28 جزيرة، 28 ولا 23 مسكونين. وبيقول لك احلى جزيرة ممكن تزورها في ال 23 او 28 هي جزيرة الازوروس. ولكن اشهر جزيرة هي جزيرة ماديرا اللي اتشهرت بس من كام سنة، من 15 سنة لما رونالدو بقى لعيب مشهور. وده يقول لك قد ايه برضه قيمة التسويق. يعني ماديرا دي، بتكلم هنا مع صاحب الشركة اللي جايين معاه، بيقول لي ماديرا دي من 15 سنة كنا يعني كده اللي هو حاجة يعني لا تذكر في البرتغال، وإذ فجأة بقت واحدة أو أشهر جزيرة في البرتغال ومن أشهر جزر العالم بسبب شخص واحد طلع من هناك، وهو أسطورة طبعا كريستيانو رونالدو. أنا مستمتع، هوا جميل نظيف، بحيرة ورايا. بس إن جبت البتاع ده لأن احنا طلعنا 900 متر عن سطح المحيط، بقى دلوقتي مش البحر، فالجو برد.
استمتعوا شويه لقطات من الدرون والقرف ده. بقى القرف اللي البني ادم بيعمله للاسف. عايز اوريكم بس الدرون بعد ما طيرناها بتعمل ازاي. بصوا الهواء بيعمل فيها ايه من البرد. بصوا تلعب ازاي. الهواء رهيب في الحتت دي. بس ايه رايكم في اللقطات؟ طبعا الجزيره دي السيزون بتاعها في الصيف، فحاول احط لكم برضو لقطات من السيزون. البحيره دي لما بيبقاش فيه سحاب بيبقى لونها ازرق خيالي. يعني انا جاي عشان اشوف الزرقان ده، ولكن ما توقفناش قوي النهارده لان السحاب. وبصوا البقر اللي هناك ده، اظن ده يمكن واحد من اكتر البقر المحظوظ في العالم. يعني في جزيره في نص المحيط عايشين بكل هدوء وسلام. بقر، يا ريتني بقر في الازورس. ده الفيو بتاعي كل يوم، قاعد باكل من الارض وبس كده. الجزيرة دي مش لأي حد، خلينا طبعا ممكن تيجي لو انت كبير في السن، ولكن هي يستحسن اكتر للشباب لان كلها هايكينجز وجبال، فبتطلع مطالع كتير، بتنزل حاجات كتير. و دلوقتي رايحين نزور مكان هوت سبرينج او عيون سخنة اسمها، عشان لو حد جه لوحده، الديرة فيلها مش عارف. اوبس، هنخش دلوقتي. سعر الدخول في الحاجات دي هنا مش غالي، يعني بتتكلم في 10 يورو. والحاجة التانية اللي حابب اقولها لكم، الجزيرة دي انت ممكن تيجي لوحدك، مش غالية. الفندق اللي امبارح قلت لكم عليه ب 200 يورو هو اكشولي طلع ب 100 يورو، فمش وحش لو انتوا شخصين، على واحد من احسن الفنادق اللي هنا. تاني حاجة تأجر عربية وتستكشف كل الجزيرة، او تيجي مع جروب. انا جاي المرة دي مع شركة مصرية وهي بتوبريت لكل العرب حتى الاجانب. لو عايز تاخد صاحبك اجنبي اسمها بازل ايجيبت، هسيبها لكم تحت. هي دي الشركة اللي تعتبر وزارة السياحة هنا اعتبرتها ممثل ليها في مصر. واو، احنا اول ما دخلنا المحمية بصوا الشجر. لحظة كده من انا صوتي دلوقتي ملوش اي لازمة. مش عارف انتوا سامعين صوت العصافير ولا لا، ولكن سبحان الله والله. يعني مش عارف الجنة هتبقى عاملة ازاي لما ده حاجة عادية على الارض. ايه ده؟ بصوا الشجر طالع ازاي، تحسه مرسوم منحوت. يعني الشجر هنا كبير. طيب سبحان الخلاق، احنا دلوقتي جينا عند العيون السخنة او عيون كبريتية. هنا سلفر، دي بسبب الارض البركانية، لدرجة ان في هنا حتة بركان صغير، الارض عمالة بتغلي والدخان طالع. انا مش عارف شايفينه ولا لا. جنة، بصوا الشجر والتقسيمة وكل حاجة هنا بتغلي. درجة الحرارة بيقولك من 60 ل 100. وهنا العيون السخنة. للاسف احنا ما لحقناش نجيب تذكره ان احنا ننزل العيون لان فولي بوكد، رغم الجو البرد ده ما توقعناش ان يبقى في حد اصلا نازل، ولكن هي فولي بوكد والناس قاعده في الميه رغم البرد ده. بس ده اللي بالنسبه لي الارض بتغلي قدامي. يعني دي الارض بتغلي، شايفين عامله ازاي؟ من كتر ما البلد رايقه بتلاقي فرخه بتتمشى في الشارع، يتمشوا. السلام انتوا بقى، يعني يا بخت الفرخة الأزورية دي. I will open only in Azores، فقط في جزر الأزورس. تعدي الشارع على نهر، ده الشارع. عشان تعرفوا قد ايه الأرض البركانية صعبة. بصوا هنا في نص الشارع ده طبيعي، الدخان بيطلع بصوا قد ايه. فبيجوا يطبخوا الاكل هنا، يسيبوه هنا لمده 5 ساعات. انا ما اقدرش احط ايدي خلاص كده 3 ساعات، وبيطبخوه طبيعي. حرفيا احنا في نص الشارع ده كده حاجه عاديه عشان الارض بركانيه. This is because the ground is very volcanic. Yeah, you have a hot point here. It's volcanic. There is magma. Yeah. بنعمل انا والشريف اخويا صاحب شركه بازل، احلى شركه سياحه في مصر. كانت يا ابني المهم عندنا هايك دلوقتي 40 دقيقه. ما اعرفش احنا فين، ولكن يعني في بايب كبيره قوي هنا، في ماسوره يعني مش عارف رايحه فين ولا جايه منين، وماشيين
في لا شيء زي ما انتم شايفين كده. قدامنا هايك 40 دقيقة، الراجل سابنا قال لنا انزلوا امشوا هنا، هتلاقوا علامات على يمينكم وعلى شمالكم وهتلاقوا شلال في النص. عيشوا 40 دقيقة بس، ما انا معرفش ايه المكان ده يعني، الله اعلم بقى. فيلم رعب او طبيعة غير ملموسة. الشجرة في الطريق. واحدة تانية. اوبا، جنة حرفيا. انا احساسي دلوقتي كده ان 100% انا مش في اوروبا. احساسي ان انا دلوقتي في الامازون مثلا. ايه الحلاوة دي؟ بعد نص ساعة تقريبا من المشي وصلنا عند نهاية التريل، ورانا الشلال يعني جنة. احنا دلوقتي في الجنة حرفيا. قلت لكم صور من الدرون. يوم طويل، حان الآن موعد الأكل أكيد. يعني زرنا كام حاجة، فجايين على مطعم اوبن بوفيه. تخيلوا اوبن بوفيه ب 15 يورو بس، وده رخيص جدا بالنسبة لأوروبا. مطعم تقليدي صغير. استنى كده اوريكم اسمه بسرعة اهو عشان لو حد جاي. أوزجالها او معرفش بتتقال ازاي. مطعم اهو، والله نفس الستايل افريقيا قوي. المطاعم بتبقى واسعة كده وكبيرة. نزلنا من فوق من الجبل فوق، وصلنا لحد المحيط. وعشان افهمكم قد ايه هو ده جزيرة بركانية، شايفين كل الصخر اسود ازاي؟ يعني كل الصخر اللي على البحر اسود، حتى الرملة بتاعت الشط طينية لونها غامق جدا، والبحر نفسه مش ازرق. ده كله صخر بركاني. طيب صباح اليوم التاني. النهارده يومنا التاني مشمس الحمد لله، وعشان كده قررنا نعمل حاجة. أنا رجل بيحب المغامرات والأكتيفيتيز كتير. قررت أعمل حاجة جديدة سمعت عنها في الجزيرة هنا، ما عملتهاش قبل كده. يعني أنا عملت تقريبا كل أنواع الأكتيفيتيز اللي موجودة في العالم. في حاجة اسمها كوستيرنج، مش عارف أشرحها لكم إزاي، ولكن شايفين كل الصخر اللي ورايا ده؟ هنلبس زي ويت سوت، بدلة غطس، بعد كده هنتربط بحبال، وهنفضل بقى نمشي على الصخر ونخش كهوف جوه البحر. في حبال هتبقى متوصله من صخره لصخره، وفي حتت هننط فيها في المحيط ونطلع على الصخره اللي بعديها. مغامره قويه ما جربتهاش قبل كده، والاحلى انها في مكان نائي، يعني مكان على طبيعته جدا. نخش البحر او المحيط زي ما انتم شايفين الصخر كله عامل ازاي، وهنشوف هنعيش الاجواء مع بعض. بس متحمس جدا الصراحه، لان انا ايه ده، لقيت سحليه باين هنا ولا تعبان بحر اهي تجري بسرعه. اوبا اهي اوبا. ما علينا، نروح نغير ونلبس البدله ونبدا يومنا. زي ما انتم شايفين ويت سوتس. هنلبس جزمه من نوع مختلف، يعني مش نفس الجزمه بتاعه الغطس او انك تنزل تعمل سيرفينج مثلا، ان احنا نمشي على الصخر. هي جزمه مائيه وبتاعه هايكنج في نفس الوقت، فاهمين؟ اول مره اشوفها الصراحه، حاجه بتاعه بحر وصخر في نفس الوقت. اهي كده احنا جاهزين. مش عارف انا لابس حاجات كتير قوي، ده الجاكيت وخوذه والويت سوت والشراب والجزمه، غطاس مجاري. او هنعمل رياضه الكوستيرنج، هنستكشفها سوا مع بعض عشان مش عارفها الصراحه. معانا تيم هم دول بتوع الشركه، ومعانا مستر شريف صاحب الشركه ومعانا عيله من بولندا روشه قوي. Let's go guys. 10 push. ايوه يا حاج، خش يا حاج. يو اوكي؟ Yes yes. اوكي. بصوا ميه، احنا بنمشي جنب الصخر
كده شويه هنبدا ننط في الميه. No, you go. Okay, because I okay. كده المفروض ان المحيط هادي النهارده، يعني ده يوم هادي والميه تطلع. بصوا لحد فين. We climb the cliffs to jump again. Okay, we play with the currents. So this is for steering. And at the moment is high tide, almost high tide, and all the jumps is safe. As well, the jumps have different tires. So usually we have always different options for you. You can choose the place is more comfortable. All right. في الاخر احنا هنبدا نعوم في نص المحيط. ما ساقعه رغم ان احنا لابسين البدله والميه بتسحبنا. يعني انا دلوقتي مش بعوم. قوم يا ابني. ما دخلت جوايا. هي البدله المفروض ما تدخلش حاجه. اوكي حاليا احنا داخلين كهف في وسط المحيط حرفيا. يعني ممكن الموجه دلوقتي. بصوا الكهف. الموجه بتطلعني بره. مش عارف ايه ده. واو تحفه. متخيل موجة عالية هتيجي دلوقتي. طلعنا من الناحية التانية. اوبا. Very good. We have the first jump and to training our confidence. حاليا قاعدين على الصخرة دي. نطينا أول نطة كانت متر، دي 4 متر. اوب. والكاميرا ضاعت مننا من شوية، نزلنا جبناها من قاع المحيط. دي ضيعها. بس غطست جبتها يعني. وداني قفلت. يلا 7 متر. Be a kangaroo. اوب لقدام. Yeah, this is one. Guys, we need to use better our. انت كنت هتخيل. What do you think about the jump? Sorry? Jump is good? This one? Yeah. That was good. Sharif is very bad. 1, 2. بعد 2.5 ساعات في المحيط. مغامرة رهيبة. الموج بيعلى فجأة يخبطك في الصخر. طبعا الموضوع سيفتي عالية ومعانا تيم كامل ومعانا الحاجات دي بتحمينا، ولكن تجربة رهيبة. يعني دايما بعمل الحاجات دي لوحدي لما ببقى نازل البحر كده، اقعد اسرح على الصخر شوية. بس لما يبقى بقى في طريق منظم وتريل معاك تيم تعرف تنط فين وما تعملش ايه. تجربة رهيبة. تجربة رهيبة. بعد اكشن واكتيفيتيز كتير زي دي لازم ناكل. فجينا عند مطعم بيبص على منظر رهيب. بصوا المنظر ورايا عامل ازاي. ولكن احلى حاجه في المكان ده هو ان في حمام سباحه جوه المحيط. يعني عاملين حمام سباحه. بصوا عامل ازاي. واحلى حاجه في الحاجات دي كلها ان ده حمام سباحه عام للناس اهل القريه او اهل الجزيره. تلاقي العواجيز حتى واحنا في شويه هوا البحر شويه هايج عادي جايين بينزلوا ومتعودين. متربي من صغره ان هو بيجي ينزل هنا. بس نروح نضرب دلوقتي اكل السمك. نجرب السمك بتاع الجزيره دي لان اي جزر طبعا مشهوره بالسمك. هنشوف هل السمك بتاعهم حلو ولا. يلا يعني عشان لو جايين لوحدكم المطعم اسمه كالورا وده الفيو بتاعه. بصوا الفيو عامل ازاي. نجرب بقى ايه. بصوا يعني هي لسه فيها الطحالب من تحت طالعه من البحر حالا. هي زي المحار بس بالطريقه الازوريه اسمها لابش. تحفه. يعني انا حاسس طعم البحر في بقي. انا عندي معتقد ان السمك في مصر السي فود عامه احلى سي فود في العالم. مفيش اي دوله بتطبخ السمك زي عندنا. يعني معظم السمك هنا بيكون كانه طالع من البحر حاجه فريش. بيغلوها بيشوها بيسلقوها وبس. فخلينا نجرب يمكن هنا حاجه مختلفه. حلوه قوي. المشويه دي حلوه قوي قوي قوي. قال عليها البارت فيش يعني البغبغان. سمكه البغبغان معرفش ليه بس لا رهيبه. بيقولوا انها مشهوره في الاتلانتيك. جامده قوي.
جينا لأشهر مكان على الجزيرة كلها، بحيرة بركانية تانية اسمها سد سيداش. الحاجة اللي شفتها هنا في الجزيرة وما شفتهاش في أي مكان تاني في العالم، سبحان الله. يعني احنا دلوقتي في الخريف، وعارفين يعني ايه خريف في أي حتة في العالم؟ يعني مفيش الخضار اللي وراها ده، ولا في الألوان دي، يعني الأصفر أقل من الأخضر. احنا في شهر 11، يعني الخريف يعتبر خلص وداخلين على الشتاء، يعني لسه هتبدأ تخضر بعد الشتاء. ولكن هنا سبحان الله كده أخضر، والجايد اللي معانا بيقول لنا انتوا كده مش شفتوش حاجه، الخضار اللي في الشتاء بيبقى ليفل تاني، يعني جنه على الارض. بص كل البحيره دي بحيره بركانيه كونت بسبب البركان، والخضار يا الله على الجمال، غير عادي بجد، غير عادي. للاسف عندنا شويه سحاب بس الجو كويس. انا لابس كده ونص كم وشبشب، خيال خيال، جنه سبحان الله. طير الدرون ونتفرج. طريقنا عشان ننزل بحيرة تحت. في فندق هنا كان فندق 5 نجوم فلس فاتهجر. فبصوا الفندق، انا بحب قوي بقى الحاجات دي، يعني مع الطبيعة الواحد يشوف بقى قد ايه الطبيعة تدخلت مع البني ادم. فندق بصوا عامل ازاي. When did they close the hotel? In the 90s. 90s, so it's been like 30 years maybe. Yes. تقريبا 30 سنة الفندق مقفول، فندق مهجور، والأوض كلها متكسرة وكل حاجة. حاول نخش جوه نستكشفه. الأرض بايظة، في شوية خشب متكسر، ده اللي بتمشي عليه تحس نفسك بتلعب لعبة. واو يا خيال، خيال بجد، خيال. ومن فوق من هناك نزلنا لتحت، جنة على الأرض. يعني بصوا المنظر ده، ايه ده؟ يعني ايه المنظر ده؟ سبحان الله. البحيرة دي كلها حفرة حصلت بسبب البركان وتحولت لبحيرة من الأمطار، مية المطر. بيقولك دي من السيفن وندرز، من عجائب السبع بتوع دولة البرتغال كاملة. الناس بتيجي هنا مخصوص في المكان ده، تقدر تعوم فيه طبعا. في هنا بط، في بيوت هنا تقدر تأجرها، كباين. ايه ده؟ لا 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 مش طبيعي. انا حرفيا في الجنة، يعني الطريق اللي ماشيين فيه ده مش عارف اوصفه بايه غير ان هو جنة على الارض. بحيرة في الظهر، جبال قدامنا، وبقر عايش في الجنة هنا. ما اعرفش ده ايه بجد، ما اعرفش ده ايه. سبحان الله سبحان الله. فكيف هي الجنة؟ نختم يومنا بالسانسيت الخيالي ده من قلب المحيط، في آخر نقطة في الجزيرة من ناحية الغرب. دي واحدة من أحلى وأغرب الحاجات اللي شفتها في حياتي هنا في الجزيرة. للأسف مش عامل حسابي معيش المايو، بس هنا تفتكروا ليه الناس دي كلها بتعوم في المحيط مع الغروب؟ خلاص الدنيا بتضلم والجو برد، الناس دي كلها جايه تعوم ومش حاسين باي حاجه. السبب هو ان ورايا هنا الارض بتطلع دخان، في عيون سخنه كبريتيه عشان ارض بركانيه مخليها ميه المحيط ذات نفسه ميه كانك نازل جاكوزي. الناس قاعده جوه مش حاسين بحاجه. انا هنا حاسس بحراره الميه من هنا، يعني انا حاسس بحراره الميه كاني في الجاكوزي بالظبط. سبحان الله بجد، سبحان الله. انت فهمت دي؟ النهارده يومنا الثالث في الجزيره، يوم مختلف شويه عشان رايح اعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده في حياتي. واحده من احلامي طبعا مع السفر، وهي ان احنا هنروح في رحله بحث عن حيتان. هنطلع في المركب، عربيه جت اهي، في رحله بحث عن حيتان في المحيط. Dia buonanotte.
وصلنا المارينا والموضوع شويه يعني مش حاجه اللي هو نازلين نتفرج على حيتان وراجعين. دي انواع الحيتان اللي موجوده في جزر الازورس، مش كلها موجوده دلوقتي، واكيد ما فيش حاجه اكيد انك ممكن تشوفها في الرحله، ممكن ما نشوفش ولا واحد، ولكن اشهر واحد هو ده السبيرم ويل اللي ممكن نشوفه النهارده. والاصعب بقى من كده ان احنا مش طالعين، يعني عندك اختيارين، ممكن تطلع بيخت كبير ولكن ده بيكون ممل وفرصه انك تشوف بتبقى اقل لان انت سرعتك ابطا، او تطلع بزودياك صغير. الزودياك الصغير بيمشي زي الطلقه في المحيط، فلو اكتشفوا مكان لحوت بيقدروا يغيروا من مكان لمكان بسرعه عشان يلحقوا. دول الزودياكس. بس عندنا 2 ل 3 في المحيط عشان نحاول ان شاء الله نشوف حيتان. دي حاجه هتبقى بالنسبه لي حلم اتعمل له كده من الليست ان انا اشوف حيتان يا رب. كل دي ناس موجوده، محتاج نلبس الجاكيت ده عشان الميه بتبقى كتير، ممكن نغرق كتير، الموج يضرب فينا. احنا بزودياك مش متغطي خالص، ولايف جاكيتس، ويعني لبست اللايف جاكيت خلاص. لايف جاكيت من نوع اخر، الويت سوت ده عشان الميه. وهنتحرك. بدأت المغامرة 3 ساعات في الزودياك. احلى حاجه ان الجو مش برد. انت بتقول في ايسلند الجو كان عامل ازاي؟ الجو برد جدا. هنا كويس صح؟ هنا كويس قوي. وعندنا شمس الحمد لله النهارده، مفيش سحاب كتير، فيعني على امل بقى نشوف اي حاجه في البحر حلوه، حيتان، دلافين، كله. اول حاجه ما كملناش 10 دقايق شفنا انواع من الدولفين نادره جدا ما شفتهاش قبل كده. شفت دولفينز كتير قوي في مصر، هم قاعدين بيلعبوا معانا. Wow. Front, left, right, everywhere, okay? You can do whatever you want. Guys, nothing. Approaching us شفنا حاجه دلوقتي ميكس ما بين الدولفين الحوت. حاول ننزل تحت الميه، طوله 6 متر، مش موجود في اي حته في العالم تقريبا. بعد ساعة ونص حرفيا اتغرقنا، يعني اتغرقنا بمعنى الكلمة. شفت أول حوت أشوفه في حياتي اللي هو السبيرم ويل. يعني مش عارف أترجمه ازاي بالعربي، بس السبيرم ويل طوله بيوصل 17 متر. اللي أنا شايفه ده دلوقتي مش أقل من 9 متر. و سبحان الله. بعد تقريبا 3 ساعات في المحيط خلصنا احلى تجربه، او من احلى ممكن اقول 5 تجارب عملتها في حياتي. شفنا 3 انواع من الاسماك الكبيره. كانت حاجه وتجربه عظيمه في بلد حرفيا بالنسبه لي هي جنه الله على الارض. الدنيا هاديه ورايقه في كل مكان، يعني مفيش صوت كلاكس سمعته، مفيش زحمه، تيجي حتى تركن في اي شط دنيا فاضيه. الشط اهو زي ما انتم شايفين، ده شط عام للناس. جو في شهر 11 عادي. ساعة ما جينا أول يوم بس كان شوية في هوا، ومن ساعتها جو حلو قوي. أنا لابس شورت، ممكن ألبس نص كم مش هتضايق. الدنيا هادية، مش هدوء. والأحلى من كل ده بقى إن أنا اكتشفت إنك ممكن تاخد طيران من لشبن عاصمة البرتغال تيجي هنا وترجع. لقيت طيارات رايح راجع ب 100 يورو، يعني تقريبا أرخص مما تروح أسوان وترجع لو أنت موجود طبعا في أوروبا، أو لو جاي أوروبا ممكن تعملها. دي تجربة 3-4 أيام، تيجي الجزيرة هنا تستمتع بحاجة خيالية الصراحة، حاجة من الجنة. سبحان الخلاق.
الميزه في الجزيره دي ان مش بس فيها المحيط، هي فيها بحيرات زي اللي شفناها امبارح واول يوم، ورحنا دلوقتي عشان نشوف بحيره تانية. بصوا الشارع بس اللي احنا فيه ده، يعني شوفوا الجمال. تنفسوا كده وانتوا قاعدين مكانكم. هنروح نستكشف البحيره البركانيه دي كمان، اسمها فورناس. بصوا هو ده كان عباره عن بركان، ودي البحيره اللي اتعملت في النص زي ما انتم شايفين. الجزيره فيها 4، دي اللي رحناها امبارح، دي اللي رحناها اول يوم، ودي اللي احنا فيها النهارده. في واحده رابعه. بس يلا بينا. عندنا هايك لمده ساعه في وسط الطبيعه، هنلف دايره كامله حوالين البحيره. اول ما جينا الجزيره الورد ده بشوفه كتير واحنا ماشيين، ولكن لحقتش اقف اصوره. الورد ده من احلى الحاجات اللي شفتها في حياتي، ومش عارف ايه السبب. الراجل بيقول لي ان هو كده احنا في الخريف مش في الربيع، ومع ذلك بصوا لونه ازاي. كل مكان تحسه بوكيه ورد كامل. شجره كبيره مطلعه الوان ورد كتير، ازرق، احمر، اخضر، اصفر. شايفين الورد عامله ازاي؟ سبحان الله. قاعدين بنتمشى اهو جنبنا البحيرة، لسه مطيرين الدرون دلوقتي فوق. افرجكم على اللقطات. تخيل تجيب خيمتك وتيجي تقعد خيم هنا بس كده، تقعد هنا كده منك لكل البحيرة دي، مفيش اي حد معاك. ست كام واحد هنا، هدوء تام. نضيف. يعني ربنا خلقنا عشان نبقى ازواج، بس ساعات الواحد لما بيبقى يتمشى في مكان زي ده بيحس هو بيعمل ايه هنا. يعني كل كورنر هنا عندك بحيرة لوحدك. يعني انا ولعت ونزلت هنا بلبوص عادي خالص، مفيش اي بني ادمين حواليا اهو، مفيش اي بني ادمين. ف يلا ربنا يرزقنا. يعني بجد سبحان الله، احلى تمشية في العالم ساعة حوالين البحيرة دي في طبيعة غير ملموسة. تراك اهو، المياه هي تنزل، تيجي تخيم هنا بخيمتك وبس كده يا معلم. ومن البحيرة لينابيع المياه السخنة، هوت سبرينجز. بصوا نهر كامل واحواض سباحة بتطلع دخان من الارض. هنروح ننزل المرة دي نجرب، مجهزين حالنا. المياه بصوا لونها عامل ازاي، من المياه البركانية. الصخر لونه احمر من كتر الحديد والسلفر اللي فيها. فهنروح نجرب دلوقتي، متحمس. يعني احنا في الشتاء وهننزل. مياه مغلية حرفيا. الله الله، دي تحفة، جاكوزي طبيعي. تبص هنا تلاقي النهر ده، بص النهر. صباح اليوم الرابع، وهكذا هي الإطلالة كل يوم. خضار ثابت لا يتغير. احنا كده ركننا على الهاي واي، ده باركينج كده على الهاي واي، وده المنظر جنة حرفيا. أراضي خضراء متسابة لا يملكها أحد أو مش ساكن فيها أحد، مع المحيط. الفكرة ان غالبا دي الجزيرة او المكان الوحيد في العالم الفرق ما بينه وما بين المحيط تسوق لمدة 10 دقايق، تيجي حرفيا في احلى مكان شفته متكامل في حياتي. ورد مع شلالات مع انهار مع شجر. يعني لو دي مش الجنة فكيف هي الجنة؟ انا يعني لا، المنظر ده شلال مع الورد الازرق الجميل اللي شفناه امبارح، مع النهر مع الكوبري. ايه ده؟ ايه ده؟ الغابات النائية لوحدنا، انا وصاحب الشركة مستر شريف. المهم جزمتي اتبلت، فمضطرين نهايك لمدة ساعة بشبشب مش بشبي كمان، ولكن احنا رجال المهام الصعبة. والمنظر ده انا ما عنديش مانع امشي في حافي حتى. لازم الواحد يعيش الحياة البرية كاملة. بص الاشجار، انا سامع صوت ديب.
في النص. هو الهايك المفروض ان هو ساعة ساعة ونص، في حمام سباحة طبيعي. الصح هنا انك اوعى تعمل اللي انا عامله ده. انا بس عشان معانا صاحب شركة ما كانش قايل لنا على اي حاجة ولا نجهز نفسنا، مش جايب المايو لابس الجينز. كان زماني اخدت غطس هنا وكملت، كل ما نلاقي حتة ناخد غطس ونكمل. وكالعادة زي ما قلت لكم امبارح، الواحد بيندم على الاماكن دي ان هو بيجيها سنجل، يعني حسبي الله ونعم الوكيل، او مش برزقنا يا رب. هو الشلال اللي هناك ده بيصب في المحيط، فانت لو زي حالاتي تعبت وحر تاخد شويه غطس في الشلال كده تكمل. واحنا في الهايك خلصنا عند المحيط حرفيا، ومع ذلك العربيه بتيجي هنا، يعني ممكن تركن عربيتك هنا وتيجي تنزل على طول. كميه التنوع هنا خيال. بعد 4 ايام في واحده من احلى الجزر اللي عشت فيها تجارب في حياتي، للاسف السفريه خلصت بمطر. الحمد لله عشنا جو حلو في معظم ال4 ايام. جزيره انصح بيها، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عايزين تعرفوا اكتر او تطلعوا لوحدكم ادي عندكم كل حاجه التفاصيل في الفيديو. ولو عايزين تطلعوا مع شركه سياحه ففازل ايجيبت هي الشركه اللي بتقدر تطلع الرحله دي لكل العرب تقريبا، فتابعوهم هتلاقوهم في الديسكربشن تحت. واشوفكم فيديو جاي. قربنا على 1,000,000، ما تنساش تعمل سبسكرايب وبس كده، لايك وكومنت. سلام.